في الوقت الذي لا يزال فيه العراق يخوض معاركه ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، بحث وزير الدفاع العراقي في إيران تسليح جيش بلاده في مواجهة داعش. هنا قال خالد العبيدي إن بغداد تتطلع إلى دعم إيراني في مواجهة الإرهاب والفساد والتعاون في ملف إعادة الإعمار، مشددا على أن الإرهاب خطر على الجميع. نحن نعتقد كحكومة عراقية أنه ضرورة الانفتاح على جميع دول العالم ودول المنطقة والدول المجاورة بشكل خاص، لأننا نعتقد وكذلك نحن جازمين في هذا الموضوع بأن الأمن في العراق يؤثر على الأمن القومي للدول المجاورة جميعا. لا خلاف هنا بين الحليفين الجارين، فالإرهاب يشكل قلقا مشتركا على خط بغداد طهران. لقد أصبحت سوريا والعراق مسرحا للإرهاب، لذا يجب على إيران والعراق أن يطوروا التعاون لمواجهة هذه التهديدات على مستوى المنطقة بما يحفظ الأمن القومي للبلدين. هنا ترجم العراق وإيران الحديث عن خطر ما يعرف بالدولة الإسلامية. مذكرة التفاهم للتعاون الدفاعي وقع عليها الجانبان لدعم الجيش العراقي. قالت طهران إن هذا الدعم جزء من استراتيجيتها الدفاعية والأمنية في المنطقة. لولا التعاون بين العراق وإيران لسقطت بغداد وإربيل، وهذا بفضل المساعدات التي قدمتها طهران إلى الجيش العراقي. إن الأوضاع في العراق تؤثر علينا، والتنسيق بيننا أمر لا مفر منه. كانت طهران أول من مد كردستان العراق بالسلاح، وأرسلت إلى العراق مستشاريها العسكريين تقول إنها تدافع عن أمنها القومي عبر كبح خطر الإرهاب عند حدودها. وفق رؤية المسؤولين هنا في طهران ووفق الواقع الجيوسياسي، يشكل أمن العراق جزءا من أمن إيران، لذا يبدو أن دعم إيران لحكومة بغداد في حربها على الإرهاب يشكل خطا متقدما للدفاع عن طهران. عمر هواش، RT، طهران.